هو مازن ده مش اسمي يوسف. بحب لما حد يقول لي هيثم. هقول لك اوف كاميرا ان انا دايما عظمه، فاهم؟ لا تتوقف يعني. لسه من 3 ايام كنت بفكر عايز اعمل تاتو اللوجو صرصار مقلي هتمطر يعني، فاهم؟ ايه ده احنا في الفضاء، انا عايز اروح تجري. ايه ده مطرف. ايه الحاجات اللي لو كلتها تساعدك على نمو الشعر؟ انا شرفني. ده البوكس بتاع جوسبس وهنفتحه ونشوف فيه هنا جنبي اسئله ملهاش علاقه ببعض. ناس كتير بيسالوك يعني ايه ابيوسف، بس محدش بيسالك يعني ايه مازن. ايه اللي خلاك تطلع في 2017 تقول اسمك على تويتر؟ هو مازن ده مش اسمي. انا كنت بغني من 2014 يعني او 13. ففي 2017 كان ابتدى يبقى عندي فانز، يعني كنتش لسه شفت قبل كده حد مثلا حاطط اللوجو في اوضته او حد بيسمعني او كده. فشفت واحد اسمه مازن، واحنا اصدقاء يعني دلوقتي. هو كان عامل حاطط اللوجو في الاوضه على الحيطه وكده، وكان فان يعني وكده. فانا حبيت ساعتها ان انا اقول ان انا اسمي مازن، عشان عارف زي كان حد بيطلع لك تلفزيون كده يسلم عليك، فاهم؟ اسمي مش مازن. في ناس عارفين بس انا مخبيها كده وبقعد ازول الناس فيها. اسمي يوسف. طب عارف يعني ايه مازن بقى؟ لا. طب جاسم مثلا ممكن يكون ايه؟ خايف جدا. ما اعرفش، تبقى دايما يعني انجل في الدسات اللي هو عارف اسمك معناه ايه يطلع حاجه انت مش عارف. هعرف من اعمل لك. عارف اللي ما بيحبش يسال، انا النوع ده. اشرح لي. طب عشان ما فهمتش كويس. في موضوع له علاقه بالميه. هو السحب التقيله اللي مليانه ميه. سحابه تقيله فيها ميه هتمطر يعني، فاهم؟ بالظبط. الناس بيندهولك بايه دلوقتي اكتر حاجه؟ في ناس تقول لي ابيو، في ناس تقول لي مازن، ناس تقول لي هيثم، ناس تقول لي يوسف، ناس تقول لي ابو يوسف. بحب لما حد يقول لي هيثم. هو الاسامي دي كلها طلعت ازاي؟ وليده اللحظه كده، فاهم؟ اللي هو في ساعتها كده يعني. ببقى في ساعتها كده عايز اسمي نفسي كده، بقوم داخل. بتزهق جدا، خلاص قررت ان انا بزهق. بتزهق جدا وملول جدا جدا، ده قررت خلاص ماشي. مين بقى الشخص اللي بتنسى معاه نفسك وعادته ما بتشبعش منها؟ امي وابويا. لما بتمل بتعمل ايه غير انك بتلعب مزيكا؟ بتفرج على افلام او ماتشات. بتفرج على ماتشات حاجات، ده لسه قريب يعني، بقالي شهرين بتفرج اي ماتشات فنون قتال بحب اتفرج عليها. اتفرجت على فيلم اصلا، هو عمر قال لي على فيلم اسمه وورير كده، فيلم قديم اصلا بس جامد يعني. ثانيه سوري انا اسف، ده فيلم اسمه وورير كده عن الام ام اي وكده. شفت الفيلم فمن خلاله حبيت الرياضه ان انا اتفرج عليها يعني. وعندي 37 سنه، مش همارسها طبعا في السن ده خالص، بس تمام اتفرج عليها يعني. بحب اتفرج على ام ام اي وكده، بقالي شهرين كده في الموضوع. كل شويه بتفرج على حاجه يعني. بما انك من احسن رابرز في مصر، شكرا لرايكم، فقررنا نكلم رابر وقلنا لو هتسال ابيو 5 اسئله تساله تقول له ايه ده بجد؟ واحد صاحبي يعني ولا واحد مش بيحبني؟ السؤال الاول، هتقدر تقول امتى مين الرابر اللي انت بتحب تسمعه؟ عمري ما هقول. ليه بقى؟ مش عايز اقول. في سبب ورا عدم صحك؟ مش طب ما هو السبب؟ مش هقدر حتى اقول السبب. ايه ده ليه طيب؟ والله ما انا اسف والله. يبقى حد انت هقول لك اوف كاميرا. يا رب يبقى في يوم يجي اقدر اقول يعني اي حرف جوه اسمي. ممكن افكر في حرف موجود في اسامي الرابرز كلها. استنى حاضر هعملها لك. ماشي. لا صدق، لا ممكن حروف مميز حتى في الحروف اللي في اسمك. كنت بقول هو مش من اشهر 5. رقم 2، ابيو في 2022 شايف البيف والدسات حاجه مفيده ولا مضره؟ شايف انه حاجه ما ينفعش تقول مفيده او مضره بشكل عام يعني، على حسب مين الرابر يعني. ممكن رابر مثلا دلوقتي مش معروف يخش بيف يتعرف، ممكن رابر معروف مثلا مش مفيد انه يخش بيف دلوقتي. انا كيوسف ما انا مش بحسبها بالطريقه دي. انا بحسبها بتبقى يعني موضوع ليه دعوه بالكتابه زي الهجاء كده في الشعر اكتر شويه، على حسب الشخص اللي انا هبيف معاه. لو هبيف مع حد معروف اقل مني مش هيبقى مفيد ليا، لو حد معروف اكتر مني هيبقى مفيد. وبعدين ستايل كتابته عامل ازاي، فلما نخش بيف مع بعض هيبقى عامل ازاي. هيبقى احنا الاثنين بنستعرض كتابه ولا اثنين بيردحوا لبعض، الحاجات دي كلها. فلو كل العناصر دي تمام يبقى مفيد يعني. البيت الاول ولا الليركس؟ ايه اللي بيتعمل الاول يعني؟ في حالتي انا البيت، ما بعرفش اكتب كلام من غير ما يبقى فيه بيت. لما يجي لك فتره معاك مفيش افكار جديده بتتعامل مع ده ازاي؟ مش عارف ان انا دايما عظمه، فاهم؟ لا تتوقف يعني. هقول لك عادي بقى ومسيبها واستهلك فن، فاهم؟ يعني اقعد اتفرج على افلام، تقعد تسمع مزيكا، عيش بقى حياتك عادي. هو انا بحس هي كده، انت المفروض تحاول تطلع فن دلوقتي، مش طالع ستوب يبقى انت كل اللي دخل جوه ده خلص، فاهم قصدي؟ فلازم تشوف بقى حاجه جديده، تغير روتين حياتك بتاع حاجه كده يعني، هي من غير ما تتعافى عليها كده تيجي عادي يعني. سؤال رقم 5، شايف ايه الحاجه اللي بتخلي الرابر ينجح
غير اغانيه وموهبته اصراره وعنده، يعني لو عنده فيجن او حاجه يبقى عنيد ويبقى مصر عليها اكتر حاجه. قبل كل حفله بتنام كويس جدا ومش بتاكل الا لما تنزل على المسرح. قول لنا في اكله معينه بتاكلها لما بتنزل ولا اللي بتلاقيه باكله؟ دونتس، باكل دونتس بعد الحفله على طول، يعني ده اكتر حاجه ببقى مرتقبها. باكل كل حاجه. لا ما بحبش الاكلات الغريبه، يعني مش هاكل حشرات مثلا، لا عارف اللي هو الجو الياباني ده اللي هو اللي هو مش هاكل تعابين وزواحف وكده. اكل عادي، اكل اي اكله لو ممكن تكتبها بالعربي اكلها، يعني لو ممكن تشرحها لي بالعربي فاهم قصدي؟ لو لقيها صرصار مقلي فاهم قصدي؟ لا عمر ما حد هيكتبها كده بالعربي لو هو بيكتبها ان هو فاهم، لا دي مش دي عندنا بالعربي ما بيتاكلش فاهم. ايه قصه انك مهتم بالفضاء مزهقك وبسببه عايز تهجه؟ لا عشان بتفرج على بودكاست بتاعت ايلون ماسك كتير فبيقعد يتكلم على الفضاء، وفي اصلا دلوقتي ان بيقولوا انه اصلا في ناس عايشه هناك بس هم مش بيقولوا، يعني كان مش عارف حد كتب، عارف اللي هو بيقول لك البوبيليشن في كل مكان ايه، فحد كتب في مارس لقوا اصلا في 1 بليون فاهم، في مارس بيقولوا يعني في ناس عايشه قشطه. فما بحب الفكره دي بتاعت انك تعيش في حته ثانيه يعني. عايز تعمل كده؟ يعني ممكن ابقى من الناس القشطه اللي دايسين يعيشوا في كوكب تاني فاهم. بجد والله؟ عادي جدا. ثانيا لو طلعت الفضاء قول لنا 3 اشخاص ايه؟ تاخدهم معاك؟ لا ما انا رايح الفضاء فمين اللي يعني ايوه الاشخاص دي هتعوز تيجي الفضاء معايا ولا لا؟ 3 اشخاص هتاخدهم معاك. ثانيا انا هاخدهم معايا علشان يعني عشان انا ولا عشان اصلا احنا بنعمل زي بنبتدي حاجه جديده، يعني اللي هو تحتاج مثلا حد بيلعب رياضه، حد مثلا بيعرف يطبخ، عارف التركيبه دي. لا بجد والله المشوار زي ده هروح لوحدي عشان مش هقدر ان انا حد اصل في حد تاني في النص بقى لا ايه ده احنا في الفضاء انا عايز اروح لف وارجع عارف كده، فلا فخليني اروح حمل سايكابتي لوحدي، وانا ممكن اسايكم انا كمان برضو فابوظ الرحله على الشخص اللي مسافر معايا وقال اصلا انا خايف اكتر. لا اصل مش ضامنها برضو، انت ممكن تروح هناك على طول فاهم، اي حاجه تحصل انت مش عارف ده الفضاء، ممكن يبقى بيمطروا ازاز مثلا هناك فاهم، وانت ما تعرفش انت فاكره مطره وبتجري ايه ده مطره معلومه جديده في الكوكب ده بيمطروا ازاز، عرفنا من خلال الراجل، فمش عايز ده يبقى صديقي فاهم قصدي؟ بسببي بقى اللي هو سافر بسببي اروح انا وخلاص بقى اعرف الدنيا فيها ايه وبعدين ارجع يا جماعه تعالوا ده الدنيا هنا والعب. لو هتختار تسمي كوكب اللي انت طالع عليه هيكون اسمه ايه؟ انا اللي هسميه. عايزه بقى قاعده واقعد اكتب نوتس في الموبايل واوبشنز ونختار واحنا عايزينه يبقى مفهوم من كل الناس، يبقى اسم قصير اسم طويل يعبر عن ايه الاسم ده، الكوكب ده بيرمز لايه، لا حوارات بقى قشطه رباعيه كده مش على الطاير بس ده اسم كوكب، دي مش حاجه سهله لا مش اسم ابن حد فاهم، ده كوكب ممكن يبقى ليه لون وخلاص عارف الجو ده، الكوكب الاخضر عارف الحاجات دي لا حاسه ده مش هيضايق حد يعني، مش اللون ده تحديدا قصدي الكوكب يعني يبقى له اسم يبقى اسمه لون يعني. كوكب الرمادي مثلا جراي بلانيت شفت تحسه كده على نتفليكس فاهم مش عايزه يتصيد كده الكوكب ده لازم يروح فاهم يعني. لوجو ابيو بيضايقه عشان هو ذكرى مؤلمه بالنسبه له، هل ابيو بيتعلم من تجاربه ولا ممكن يعمل تاتو باللوجو؟ لسه من 3 ايام كنت بفكر عايز اعمل تاتو للوجو بس يعني في الاخر توصلت ان انا مش هعمل تاتو للوجو. هو لا مش ذكرى مؤلمه، هو كانت مؤلمه زمان بس دلوقتي ما بقتش مؤلمه بالعكس مبسوط منها يعني. بتخاف بقى مش تحبوا بعض يعني هتقعد بقى في يوم كده هيبقى سايكابه لحد ما تشيل تك 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 ممكن قصدي. تكتب اسم مين على يعني تاتو؟ امي وابويا. بتصدق في حكايه الجن والعفاريت وتقول ان اتعمل لك عمل انك ما ينفعش تمسك الخشب، عرفت منين حوار العمل اللي اتعمل لك ده؟ في منتدى كده بتاع الحاجات دي تبقى عارف، ايوه عارف تشوف نتيجتك، عارف اللي هو الجو ده، انت بتخش بقى بتشوف انت معمول لك عمل والجن عامل ازاي وهيقعد كام سنه، ولو عايز تبعت فيه ايميل بقى عشان عايز بجد ده بجد على فكره بجد والله يعني حد في حد قال لي الموضوع ده فدخلت بصيت بنفسي، دخلت شفت يعني ولقيت فعلا بتخش تعمل ابلكيشن عادي لا بتتصور، هم بيعرفوا من الصوره بيعملوا لك فلاش كده اللون معين واللون ده المفروض يعني هيحسسك بحاجه معينه بس هو زي صبغه كده هم بيشوفوا من خلالها بقى ابس بقى وحاجات بقى تكنولوجي فك الحمد لله خلاص خشب في خشب اهو ايه ده سوري وقعت شفت العمل بتركز قوي يعني ما بقى لا بيحصل حاجات بسيطه. قولي شكل عفريتك في دماغك مثلا. هو الملايه ده فاهم؟ لا ملايه ايوه بتخيله بيبقى كده في الشتاء كده فاهم؟ العفريت الملايه يعني تحس في الصيف مفيش عفاريت فاهم؟ عايز بقى عرقانه الملايه كلها تحس اصل عمرك شفت فيلم رعب في الصيف؟ مش قصدي شفت فيلم رعب معمول في الصيف دايما في الشتاء عشان كده يعني انا بفهم في الحاجات دي بجد؟ لا هو ده بجد هو العفاريت شتويه عامه بطبعها يعني
ده انت قريت ولا انت بتقول؟ ده اكسبيرينس. اوبا خالص. لا ده انت تحكي لنا ده اكسبيرينس. لا بهرج بهرج بجد. لا بهرج بس هو يا ملاحظه يعني فكر فيها هتلاقيها. مفيش فيلم حتى رعب معمول اللي هو كان في الصيف ولو عفريت، يعني في الشتاء في البرد في الضلمه. انا خايف اخوفك. لا والله ما بخافش. لاحظ يومك بيمشي ازاي لو حطيت ملح وفلفل مع بعض في نفس الوقت على اي اكل اصلا. خلي بالك كده، خدوا المره الجايه كده حط ملح وفلفل. لو الشمس لسه طالعه بيخلي قابليتك ان ممكن العفاريت فهمت اللي هو انجيج معاك بتبقى اعلى لو ملح وفلفل مع بعض. عشان كده بيحطوهم مع بعض فاهم، هم حاطينهم مع بعض. اشمعنى ملح وفلفل؟ ما في بابريكا مثلا، اشمعنى ما فيش بابريكا؟ فكر في الحاجات دي. لا. طب في واحده ثانيه مالهاش علاقه بالسحر ممكن اقولها، فكرت فيها من كام يوم كده. الذره اللي هي الحبايه دي ترميها في البتاع تعمل فشار، بتطلع فشاره واحده، ولكن هي لو سقيتها وزرعتها تبقى كوز ذره كامل. هل ده معناه ان انت ما بتاكل فشارايه واحده بتاكل كوز ذره كامل ولا لا؟ بوم. ايوه. شايف الناس ما ينفعش تعيش في عالم سمسم وتعرف الناس بتقول عليها ايه حاجه قالت عنك سمعتها بعد ما سمعتها ضايقتك وحاجه بسطتك. بعد ما مثلت حاولت قدر الامكان ان انا ما اقراش حاجات كتير، بس طبعا في حاجات على تويتر في كان يعني حد بيقول عليا ان انا ضحك بس المسلسل مش كوميدي، واضح انه ما عجبوش البرفورمانس بتاعي، بس بسطتني اللي لما حد بقى بيقعد يقول غول تمثيل بقى والحاجات دي. بمناسبة العسل والطحينة، ايه حكاية برطمان العسل؟ حط عليه برطمان طحينة. عندي واحد في برطمان في الثلاجة كده اصلا اوريدي. اصل انا بحس ان هي المفروض فاهم، انا مقتنع العسل الاسود ده مفيد جدا، بس ده ممكن اقول ده مش مفيد، هو مفيد ليا انا، معرفش ممكن يبقى الناس تانية مش مفيد. عسل الاسود قشطة بفتحه وبقوم شارب من البرطمان قشطة لو انا بس اللي هستعمله يعني، بس وبخلص فاهم ربع مثلا اقوم مفضي طحينة فيه قلبه بس، وعندك عسل وطحينة ليه الطبق؟ هنقعد بقى. فاهم قصدي؟ انت ساكن في الدور السادس انا ساكن في الدور الرابع، ليه نروح نتقابل في حته ثانيه؟ احنا في نفس العماره، قابلني تحت العماره، فاهم قصدي؟ انا وانت يلا نروح نتقابل هناك، فاهم قصدي؟ مش ذكاء. وهفضل ورا الموضوع ده لحد ما شركات العسل والطحينه يعملوا عسل وطحينه مع بعض. فكرتي ايوه كويس ان انت عملت لها دوكيومنتيشن. ايه فكرتها؟ من خلالكم. قلت انك فكرت تعتزل قبل كده، عاوزين نعرف ايه السبب. بعد ما بقيت ممثل ممكن تؤكد تعتزل الراب وتركز في التمثيل. لما اعتزلت قبل كده كنت مكتئب عامه، وكنت حاسس ان انا محتاج اركز مع نفسي شويه واسيب الشغل يعني عشان اعرف اكمل يعني، بس مع اني عملت كده لقيت مكتئب اكتر من غير ما بشتغل فرجعت. دلوقتي لا مش بفكر اعتزل اي حاجه الصراحه. فور شور وقت لو في تمثيل ما بيبقاش فيه مزيكا، يعني وقت المسلسل ما بحاولش اشتغل عشان افضل في الكاركتر ده او افضل في الحاله بتاعه المسلسل اكتر، لان الغنى معايا انا بيخليني مختلف تماما. انا مش بعرف اعمل في نفس الوقت يعني، وانس ان في تمثيل وهو طبعا التمثيل بيبقى مش زي غنى. احنا هنقعد نعمل اغنيه مثلا نقول ممكن نعملها في 4 ساعات، ممكن في 4 ايام فاهم، بس حتى في الحالتين دول زي التمثيل اللي هو في 4 سنين. مريم خشت قالت لو جالها دور رابر هتكلمك عشان تذاكر لها، قول لها هتقول لها تعمل ايه وهتعرف تذاكر لها ولا لا. اكيد مش انا اللي هذاكر لها تمثيل طبعا يعني، اللي هو عالم كده في التمثيل، بس عادي اللي هو بقى نحاول نبني شخصيه رابر فاهم. ممكن عشان شفت رابرز كتير فعارف ستيريوتايبس رابرز كتير او ستيريوتايب شخصيات رابرز كتير او كده، هنخترع شخصيه رابر بقى او نسرق شخصيه رابر موجوده اوريدي. طيب احنا عرفنا ان نفسك تلحن لمدحت صالح وتوزع لحكيم، لا يعني نفسي اشتغل معاهم تحديدا كتابه اكتر. اكيد انا مش هلحن دول اتقل بكده. هو ده انت قلته قبل كده بجد؟ عادي ممكن اقول حاجه وكنت بكذب. كنت بقول كده خلاص بس عشان هيجي لي الشغلانه بعد كده قشطه هكتب له بقى. بقول لك ايه انا مش بعرف الحن انا بكتب. بص الكلام ده فاهم قصدي؟ معلومات عامه. ما اسم المجره الشمسيه اللي تابع ليها كوكب الارض؟ مجره هي المجره اسمها المجره الشمسيه، هي اسمها المجره الشمسيه، هي بتاعتنا مفيش غيرها. المجره اللي هي المجره، بيقول لك في المجره هي دي المجره. هو في كذا واحده؟ المجره الشمسيه انتوا كاتبين اسمها هنا. انا جاوبت صح. اسمها ضرب ايه بقى؟ الدبانه. صح؟ التبانه بجد؟ بتقول ضرب التبانه. ايوه والله. اوف ينفع اسم مسلسل. ايه الحاجات اللي لو كلتها تساعدك على نمو الشعر؟ انا شرفني يعني. المفروض تقولوا لي. انا اخر واحد سأل الشخص الغلط تماما. والله ما اعرف، انا لا دكتور ولا عندي شعر. ما هو الضب؟ هو حاجه ليها دعوه بالسنين تقريبا. لا الضب ايوه اللي هو الحيوان ده حيوان. شوف فيلم ذا ريفننت. ايوه انا عارف اللي هو اللي صارع ليوناردو دي كابريو. الضب معروف. جمع كلمه انسان بشر بانسان يعني اناث. لا ده جمع اناث ملهاش جمع يعني. لا عشان الحياه لعبه فرديه فالانسان ملوش جمع. صح والله صح. ولا انا مش عارف. والله ما اسمها اناسي. ولا يهمك. ايه الحاسه اللي الستات فيها بتفوقوا على الرجاله؟ كل الحواس كده. لا
ما اعرفش يا عم، اسئله صعبه يعني. الذكاء، حاسه الذكاء، مفيش حاسه الذكاء، الذكاء انا دي اجابتي. التفكير يعني المخ، فاهم؟ كل حاجه، كل الحواس انا شايف كلهم بصراحه. بلد ايه بيحكموا على الطلاب اللي بيغشوا في الامتحانات بالسجن؟ معرفش. البلاد اللي اولها ب، بلغاريا، بالي. في بالي دي في الهند تقريبا. بنما، بنجلاديش. 5 ممثلات بحرف الدال. 5 بالدال. طبعا الفنان الله يرحمه الاستاذه دلال عبد العزيز طبعا، ودنيا سمير غانم، داليا البحيري. عندك داليا مصطفى، تمام. عندك دولي شاهين. حلو اهو. طب ما انت عندك، تسالني ليه؟ ما انت عارف اهو. حشره مالهاش رقبه. مش حشره ليها رقبه. الصرصور ملوش رقبه. ملوش رقبه فين؟ هي بتبقى البتاعه دي وبعدين طالع كده. النمله هي كلها رقبه اصلا، هي مش من دول بقى، من الحاجات الثانيه. اللي بيبقوا نقطه دول، اللي هم هي البتاع كلها نقطه. اللي هو الدبان النقطه ده. العنكبوت. دولة بتحشي الكيك بالعملات المعدنية عشان تاكله تتعور يعني، ولا الناس بتفضي الأول العملات؟ لا اشمعنى دي اللي قابلت فيها؟ أصل تعبت كل شوية، هو بيبقى عارف الإجابة وأنا مش عارف. وأنا عايز أثبت إن الأسئلة دي كلها ممكن ألاقيها على جوجل. لا معرفش. بوليفيا. فيلم لأحمد حاتم ومحمد رمضان، ساعة وربع أو نص. ساعة وكسر. هي فيلم كلمه واحده. فيلم كلمة واحدة. ماجيك. ديزل. في 2 بارتس. الكنز. الطائر الوحيد اللي بيرقد على البيض بدل مراته. انا اصلا عمري ما فهمت موضوع ان اللي هو الدواجن او الطيور بيقعدوا على البيض لحد ما يسيبوا عادي يفقس. يعني حاسس ان ده اصلا اكيد بيعمل تروما للكتكوت. يعني في اكيد دواجن بتسيب البيض عادي واللي هو يفقس، ما لازم تفضل نايمه يعني. ما اقول لك ليه، عشان ده بتخلي في درجه حراره معينه للبيض عشان تفقس وقت. حد جرب؟ ولا هم قاعدين كانه لغم والله. ايوه هتلاقي يا عم، حتى فاهم هتكتشف حاجه جديده والله. تلاقي كنتاكي عنده حاجه جديده دلوقتي، فاهم؟ البطروس. بطريق. هو ايه المطروس ده؟ في طائر اسمه كده. البطروس؟ طائر الالباتروس. لا الباتروس اسمه كده. والله العظيم والله طائر. ايوه لا هي الشركه اكيد معموله على اسم الطائر. استنى اوريك. ليه دعوه بالبحر في نفس الوقت. باشا انا مش تعلموني. خلاص ماشي. طب صدقني هو قال لك. جوجل مش شغال بسهوله، مش عارف ليه. ممنوع تحط الشوكه في بقك في انهي بلد؟ وانت بتاكل ما تلمسش بقك، ولا ما ينفعش اصلا تاكل الشوكه؟ ده ذكاء عامه. يعني انا عامه من الناس اللي هم حاسس ان الشوكه خلاص المفروض خلاص. جنب اليابان. هو في جنب اليابان لوحدها اصلا، مش حد جنبها. دول اسيا ثانيه. تايوان. تايلاند. تعرفني؟ اللعبه دي هتجاوب على كل الاسئله بسرعه جدا، وبعدها هكلم حد قريب ليا جدا واساله نفس الاسئله عشان اعرف هو عارفني كويس ولا لا. بتغني وانت سايق ولا انت بتستحمى ولا اخرك بتغني في المسرح والاستوديو؟ بطلت اسوق بقالي 7 سنين تقريبا، بس كنت بغني وانا سايق يعني، وبغني وانا بستحمى كده كده، بالذات لو الحمام فيه ريفيرب حلو كده، في صدى. الرابر اللي انا بحب اسمعه. لو حد في الشارع طلب يتصور معاك وانت وراك مشوار ومستعجل، بتصور ولا بتعتذر وتمشي؟ لو المشوار له علاقه بامي وابويا بمشي عادي، لو حاجه ليها علاقه بيا بقف واتصور عادي. في الجيم واحد مفكر نفسه اسد وعمال عايش جامد هتكمل تمرينتك. لسه كنت بتكلم في موضوع مع حد من اصدقائي يعني، انا بكره الموضوع ده وسبب كبير ما بعرفش اتمرن مع ترينرز، بيبقى الموضوع صعب عليا يعني. ضد ده بحس ان الجيم اصلا المفروض يبقى زي المكتبه، يعني اي اصوات تطلع تبقى اصوات المكن نفسه والحديد في بعض وكده، غير كده مش محتاجين كلام في الجيم. 3 وجبات زي ما الكتاب قال، ولا بتاخد ساندوتش وحته بيتزا تصبيره بين الوجبات. بتحسهم كده بقى وجبتين، تحس 3 ده كان زمان، تحس بعد 2010 هم وجبتين، اللي هي الفطار غدا دي والبالليل بقى الموضوع. بس يعني اكل وتصبيره وكل حاجه يعني. لابس كام سلسله وختم؟ محدش يتوقعني. احيانا معظم الوقت بلبس سلسله وخاتم كده. النهارده حسيته يوم كده لا، اللي ما ضاعش بلبس اللي ما ضيعتوش. بتحط نوع برفيوم واحد ولا عندك اكتر من نوع؟ يعني بس دي اسرار المهنه. اكتر من 3، هم 3 وممكن يبقى في مكان لواحد رابع بيتغير، بس مين ليه 3. تخفف دقنك بنفسك وتروح حلاق بنفسي. مواعيدك مظبوطه، نظبط عليها الساعه ولا جاي اهو بلبس الكوتشي ونازل؟ قشطه. عندي كده نصايه، في نصايه كده رايح جاي، فاهم؟ ممكن اجي بدري اصلا. وانت قاعد في البيت الاكل بتاع ما بعرفش اطبخ، بعمل حاجه اسمها شوربه سوسيس. حط عليها ملح بس، مش ملح وفلفل، عشان الحوار اللي قلت لك في الاول. هتعرف لوحدك، جربه هتعرف. هتتجوز قريب ولا مش ناوي؟ لا مش ناوي حاليا، مش هتجوز. ممكن بكره معرفش. هساله نفس الاسئله دي. هكلم اسماعيل نصرت، هسالك اسئله عني في برنامج جوسبس ورد عليها على طول لو تعرف الاجابه. ماشي.
انت على السبيكر دلوقتي ما تقولش حاجه غلط. انا بغني وانا سايق ولا وانا بستحمى ولا بغني على المسرح بس؟ لو انت بتستحمى وش وعلى المسرح برضه. يا سواقت اصلا، لا انت ما لا انا مش بسوق بالظبط. ايوه عارف كل حاجه. ايوه انت صح، انت ضرب نار كده كده. ثقتك في نفسك معاك، الاسئله كلها كده كده، حتى لو جبت واحده غلط عادي فاهم. لو حد في الشارع طلب يتصور معايا وانا ورايا مشوار او مستعجل قوي، بتصور معاه ولا بعتذر وبمشي؟ لا غالبا بتصور معاك، يعني من اللي انا حضرتهم بتصور، بس في الاغلب برضه يعني انا شفت الاثنين الصراحه، فيعني هي بتحصل كده على حسب الموقف بقى، بالظبط. حسب انت وراكي ضرب نار. ماشي طيب، انا باكل 3 وجبات زي ما الكتاب بيقول. 3 وجبات ايه؟ احنا بناكل 7 مع بعض بجد. لو واحد مثلا في الجيم وانا بتمرن قاعد يقول لي عايش عايش جامد كمل وبتاع، قشطه هبقى اللي هو مبسوط ولا اللي هو لا طبعا. لا صح؟ طبعا لا. اخويا والله اخويا. انا لابس كام سلسله دلوقتي؟ غالبا انا واحد. ولا واحد. ضرب نار. بحط نوع برفيوم واحد ولا عندي اكتر من نوع؟ انت غالبا ما بتحطش، بس انا شفت واحد في الشقه كده من قريب. ايوه بحط لو هقابل بنت يعني، مش لو هقابلك انت يعني. في الاغلب ما بتحطش. ايوه ما عشان بشوف ماشي. بخفف دقني بنفسي ولا بروح للحلاق؟ يا باشا مصر. انا بحلق لنفسي اصلا حلاقه كامله يعني. مواعيدي مظبوطه ولا اللي هو بتاخر؟ مظبوطه ولا مظبوطه؟ مظبوطه. بيحصل كده يعني 80% مظبوط. وال 20% ايه؟ 20% بيبقى نوم. نوم. بطبخ ولا بطلب دليفري؟ دي سهله. ناوي اتجوز قريب؟ بس هسألك سؤالين، أول سؤال أنت تفتكر هتجوز قريب؟ وتاني سؤال هل أنا ناوي أصلا اتجوز قريب ولا لا؟ افتكر اتجوز قريب، افتكر. ناوي لا. يعني هو يعني من نظرته لا هتجوز قريب، بس هو أنا هقول لك إيه؟ هقول لك لا. ضرب نار. أكتر حد السيجمنت ده الصديق جابه كله صح؟ تدونا أورد اوف سام سورت يعني. نبقى ترند على السيجمنت، فاهم قصدي؟ طيب ضرب نار، يلا هشوفك بقى، سلام.